أسعد الله صباحكم بكل خير، يا صباح الخير يا صباح النور. الفيديو تاع اليوم راح يكون خرجة للمحلات، وراح تشوفوه وتتبعوه وتفهموا الموضوع تاعه. طلبية هذه الوحدة قريبتي باش تروح للمدينة المنورة. يا سلام بصحتها الهبل، هاد القفطان يجنن يدي العقل. شوفوا كيش داير، راح نوريكم صورة تاعه وهو معلق. كتان تاعها ما شاء الله، لونه احمر وابيض وقرونة، احمر وقرونة وابيض تقريبا، مبطن من الداخل بس كيما هذا القرونة، وهذه الالوان اللي فيه تحفة. والقفطان الثاني هذا الحزام تاعه، واورانج مبطن بالاخضر مطرز، وفيه الحجر كريستال. هذا راح نروح معكم للجولة اللي درتها في هذا المحل. وحبيت نشارك معكم آخر سلعة جديدة دخلت له، وهذا الفيديو راهو متوفر في قناة في صفحة تاعها على انستغرام وفيسبوك، اسمها دار العروسة. محل راهو في وادي سوف، وهذه أيضا من تصويري، وهنا كان يجهز لنا في الطلبية. إن شاء الله توصل لمولاتها وتعجبها وتجي قياسها وتعجبها الخامة، وإن شاء الله في معاملات أخرى بإذن الله. حبيت نبارطاجي معكم الفيديو هذا من محل هذا ومن محلات أخرين. حنايا اخترنا المحل هذا لحسن المعاملة ولجودة جودة الأقمشة والخامة تاع القفاطين اللي عنده أيضا عبايات ما صورتهمش. إن شاء الله نهار آخر كان شرينا طلبية أخرى نرجع نصورها من عندهم، وأيضا الأسعار تاعهم. هنا حبينا نخرجوا نشوفوا محلات أخرى وش عندهم، وأيضا للتصوير باش تهزوا فكرة عن المجمع هذا. حبيت نشارك فيه معكم كافيه للتصوير فقط. المكان هذا راهو في المجمع مصطفاوي في حي الرمال وادي سوف. المجمع هذا فيه محلات ياسر مختلفة ومتنوعة، فيه كل شيء الناس اللي تحب تمشي بالراحة وما تحبش زحمة الأسواق والفوضى والسخانة. هذا المجمع راهو ليكم. الحق كي نروح لنحس روحي صح خرجت واخترت براحتي، لا دز لا فوضى لا غاشي، لا مع الغاشي كاين بصح منظم، والمكان واسع وما يبانش فيه الغاشي ياسر. هنايا رحت لكم المحلات اخرى حبيت نصورها ثاني معكم. كاين ايضا دار القفطان لتجهيز العروسة، كان مش غلطة في الاسم، عند قفاطن ما شاء الله ربي يبارك. صورتها لكم. شوفوا درت وعاود رجعت لهذا، عاود رجعت نثبت في القفاطن اللي راح نهزهم. هنا كنت متقيدة بالالوان اللي حبتهم، هي حابة لون الاورانج، هي حابة لون الاورانج والاحمر، وحابة قطعتين مش قطعة واحدة، حابة حاجة فخمة مطرزة بالكريستال والحجر. فقعدت هنايا كل مرة نشوف ونصور نبعث لها حتى وين قررت، واكيد اكو شفتوا طلبية في الاول وش قررت، وان شاء الله حنرجعوا مرة اخرى نزيد نهز قفاطن اخرين. حتى انا والله غير نفحت كي شفتهم وعجبوني. انا الحق عجبتني تاع قطعة واحدة، ومن قبل ديما نشري قفطان قطعة واحدة. المهم بعد ما زدت صورت وحبيت نبعث لها باش تأكد لي. هذا القفطان ثاني راهو كيف البرتقالي، ولكن كيف اللي شريناه، ولكن هذا اغلى شوي. ما فهمتش الاختلاف بالك في الطرز، لاني كي قلت له هذا راهو كيف اللي حنهزوه قال لي لا
راهو كيف المعلقين للفوق، فصورتهم لكم كيما هذا المعلقين للفوق. المهم هنايا رحت ثاني لحانوت آخر، هذا راهو قطعة واحدة، قطعة واحدة يكونوا أرخص شوي على قطعتين. وهذا ثاني المحل قفص الذهبي أو معروف، عنده شوي قطاطا مش ياسر، لأنه مركز على الروب تاع المناسبات الصواري والعبايات، وجايب ثاني موديلات هايلة في القفاطا كيما راكم تشوف. تحوس على الأورانج والأحمر، صح يبطنوا فيه بلون آخر. كل يبطنوا فيهم بلون آخر. شدي لي هكا الحاجة بارك الله فيك، شدي لي هكا. على خير. شوف فيها على طاي ولا لا؟ يبقى شوف ملتالي وهذا الأورانج ملتالي. دول موجودين صاحبي على نفس السمر كل ستاندار نفس الرطيس كلها ستاندار جو. قولوا لي وش حابين نزيد نصور لكم اكثر في المجمع هذا، اذا رجعت مره اخرى باش نحط في بالي ونشارك فيه معكم باذن الله. اتمنى الفيديو يوصلكم ويعجبكم وانتم بخير وسلامه ان شاء الله. سلام.